عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم باش يكون مختلف تماما، على خاطر باش نشوفوا برشا حاجات مزيانة في بلادنا العزيزة الغالية تونس الخضراء. باش نهزكم الرحلة نكتشفوا فيها طبيعتنا المزيانة، وباش نعيشوا مغامرة دامت 3 أيام. دونك الفيديو هذايا أو الرحلة هذه قمنا بها في شهر مارس. كانت الدنيا باردة شوية، وديجا الطقس كيما قاعدين تشوفوا فيه مغيم. بسم الله ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الطبيعة. ملي بدينا نفوتوا شوية القروان ونوصلوا هيك شوية زغوان باجة شمال الكل، بسم الله وما شاء الله، معناتها الربوع الكل خضراء. وبالطبيعة احنا بما انه السفر طويل برشا، دامت 5 ساعات معناتها من صفاقس الأقصر شمال تونس، تبرقة وعين دراهم. فكل مرة نقفوا نعملوا بوز، ناخذوا بريك، نتنفسوا هواء نظيف. شوفوا المناظر الطبيعية المزيانة هذه. ما نجمتش نوقف الكاميرا، نقول لا، المشهد هذا ما نحبش نفلته، حاسيلو ديما الكاميرا تخدم. نحب نخليكم تشوفوا وتكتشفوا انه بالحق عنا بلاد خلقها لنا ربي كنز وما نعرفوش قيمتها. نحبكم بالحق تمشيوا لها وتكتشفوها، خاطر متأكدة اللي عنا برشا توانسة ما يعرفوش تونس، بخلاف الأجانب اللي قاعدين يتفرجوا فينا. هذه لمحة فيديو هذه باش يكون لكم هكا سفرة تسافروا بها لتونس عن طريقي أنا، عن طريقة عدسة الكاميرا متاع نوسة. إن شاء الله تروها في أبها حلة. بسم الله وما شاء الله على الطبيعة اللي عنا. ونأكد لكم راهو مش كيما في الفيديو، مش كيما في الريال، راهو خير برشا. طبيعة تهبل، نسمة نظيفة، هواء يرد الروح، ريحة الكليل، ريحة الصنوبر. بسم الله ما شاء الله. معليا كان نقول لكم بالحق لازمكم تمشيوا تكتشفوا بلادكم وتمشيوا تعملوا فيها السياحة، على خاطر باش تعجبكم برشا برشا برشا. وصلنا لعين دراهم اللي هي تابعة ولاية جندوبة. معناتها احنا خرجنا 5 متاع الصباح من صفاقس. كل مرة نمشي ونعملوا بوز. وصلنا قريب المغرب معناتها لعين دراهم. في بالكم شبهوها ديجا بسويسرا الأوروبية وسميوها سويسرا شمال إفريقيا، اللي هي عين دراهم اللي تراو فيها توا. دونك هي مسمينها سويسرا شمال إفريقيا. كما قاعدين تشوفوا معناتها فيها الطابع القروي، الطراز الأوروبي، معناتها كلها بالقرمود. تحسوا ريحكم كمش في تونس كومبليتمون، معناتها تحسوا ريحكم بالحق في بلد أوروبي. كل شيء فيها جديد معناتها علينا، معويش كما احنا مستنسين نعيشوا. باش تعيشوا بالحق حياة جديدة. دونك النهار الثاني قررنا باش نمشيو لسد بني متير، باش نمشيو نشوفوا الطبيعة اللي غاديكا. وبالطبيعة اللي يمشي لعين دراهم لازم يعمل عليه طلة. أول حاجة نحب نقولها لكم، الثنية من عين دراهم، المسافة معناتها بين عين دراهم المدينة وسد بني متير متوسطة، ماهيش صعيبة برشا، حتى الثنية متاعها معروفة، هي منطقة كلها جبلية، معناتها الثنية متاعها الحقيقة متوسطة، ماهيش صعيبة برشا ولا هيك للتعب، لا عادية. باش تتمتعوا بالحق معناتها بجمال الغابات اللي قاعدة وكثنية اللي في وسط الغابات ياسر مزيانة. دونك أول ما توصلوا باش تلقاو هكا صغرونة معناتها يبيعوا فيها الحاجات المستخرجة من الطبيعة، من شجر الصنوبر، البط هذا اللي تعرفوا فيه، وتبارك الله برشا صناعات معناتها أشغال يدوية للديكور وهيك الفيكي، على الصنوبر، على الزقوقو، على الجوز. بسم الله ما شاء الله على بلادي قديش خيرتها محلاها وريحتهم مش عادية. معناتها بالحق كي نقطف شوية إكليل نحس اللي هو إكليل متاع جبل. كيف ناخذ نشم ريحة الزقوقو، بالحق الزقوقو اللي مستنسين بيه اللي نعرفوه الأصلي. دونك برشا حاجات مزيانة في بلادنا لازمكم تكتشفوها. هوني السد هذا لقيناه مليان، على خاطر فما برشا رحلات العباد جاية تشوف وتكتشف. مغامرة ياسر مزيانة هي بدات من اليوم. دونك هذايا سد بني متير. تنجموا إذا كان ما تعرفوش ثنية راهو تسألوا يدلوكم سهل برشا. المياه متاعو معدنية صحيحة عذبة، معناتها تتشرب من العين، تبارك الله ياسر منظر مزيان، طبيعة ما شاء الله. وهوني قررنا باش نمشيو هكا تبرقة. دونك هذه ثنية اللي من عين دراهم
التبرقة. دونك تبارك الله، بحيرات، شلالات، عيون، معناتها وين ما تمشي غابات، خضار، وكالمطر مع الطقس هكا بارد شوية. لهنا المطر تجبد جبد، قلت لهم لازم نمشي تحتها ونشوف وحدك في الطبيعة، معناتها تستنشق هواء نظيف. بالحق هو توا عنا امتحانات وغسرة وكل شيء. بصراحة لازم الواحد ينحي ستريس من بعد. خموا انكم تطلعوا للبلدان هذو مزوز، عين الدراهم وتبرقة. بالحق راهي من اروع البلدان التونسيه. هوني وصلنا لتبرقة، قاعدين نتمشاو. ريتو كالصخور هذيك اسمهم ليزيغوي، ديجا معروفين في تبرقة، معناتها مشهورين برشا. تنجموا كي توصلوا لغاديكا يهزوكم، معناتها تعملوا تصيرات. باش نخليكم انا شوفوا حدكم الفيديو وتمتعوا بجمال طبيعه تونس. يقولوا عز المشية في آخر الشتاء وإلا في آخر الربيع. دونك توا زادة مزيانة برشا، هي الحقيقة في فصولها الكل مزيانة. المناطق هذه الكل إن شاء الله نحب هكا نرجع لها مرة أخرى، نحب نعمل فيها حمام استشفائي. نقول لكم على اسمه حمام بورقيبة، للي يحب بالحق يمشي راهو في حمام استشفائي. المرتبة الثانية عالميا، يداويوا بالمياه المعدنية معناتها كل شيء ملعين طبيعي. ديجا ثاني كما قلت لكم حمام عالميا، الحمام الأول في فرنسا والحمام الثاني موجود في عين دراهم. إذا كانت تحبوا تبرمجوا وريزرفيو بلاصتكم، وبإذن الله معناتها إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية باش نرجع له. هذا النهار الثاني رجعنا لعين دراهم، وشوفوا محلاها الطبيعة لهنا. لازمك تقف لهنا، ثنية صعيبة شوية، ردوا بالكم خاطر ماشيين الوادي الزين لهنا. السحب ريتو هيك الغيوم نشدوا فيها بيدينا، مع هيك الندوة هكا تنكت على وجوهنا، وهيك الطبيعة وصوت العصافر. راهو عالم آخر، تحسوا روحكم ماكمش في تونس كومبليتمون. بالحق راهو المود يتبدل 180 درجة. راهو باللي نحكي لكم مانيش باش نوصف جمال الطبيعة اللي ريتها بالعين المجردة، معناتها مش من وراء كاميرا كيف هكا انتوما. راهو خير برشا. امشيوا، اكتشفوا، سافروا، غامروا، شيخوا من الاخر في بلادكم، بلادنا عزيزة وغالية. هذه ضيف صغيرون شفنا هكا، هبطنا نصوروا في شلالات. جاء هكا فرحان بينا، محليه قديشو متربي معناتها، هكا حنين جاب حذينا هكا يدحنس. وإن الله غالب بنحب برشا الحيوانات، فهكا عملت معاها تصيرات زيدة. وهذه بقية الطبيعة معناتها رو تبارك الله، ثنية كاملة شلالات، تسمع كان خرير المياه. معناتها قد ما تمشي وانتي معنق الطبيعة، وعلى قد ما انتي تتمعن فيها على قد ما هي تكتشف جمالها ورونقها. سبحان الخالق اش يخلق. محلاها تونسنا ومحلى بلادنا هذيك. شنقول هنا قريب نوصلوا للواد الزين. اول حاجه علاش هو اسمه واد الزين؟ على خاطر فيه برشا شجر متاع الزين، بخلاف شجر الصنوبر، الفلين، برشا أعشاب أخرى ديجا يستخرجوا منها أدوية داويوا بها معناتها برشا أمراض. دونك كل شيء خلقه ربي. فهوني الحقيقة كل مرة نقفوا شوية نتمشيو، لكن أكثرية الثنية كلها هكا شجر وغابات، محلاها محلاها محلاها. دونك بالنسبة لواد الزين إذا كان باش تقرروا تمشيوا له، أول حاجة ننصح بها ماذا بيكم ما تهزوش الصغار، على خاطر يتعب شوية. الثنية متاعو ويعرى شوية صعيبة معناتها. بالحق لازم واحد قليب يحب يعيش مغامرة بالحق، على خاطر انتي تمشي في مرتفعات ومن هوني جبل ولا شجر، ومن هوني هفوف كما يقولوا. معناتها ردوا بالكم، خاصة احنا مشينا وقت الدنيا ماترة شوية، معناتها كمان صعيبة شوية، خاطر ديما تعرفوا الكراب تسلق أكثر. معناتها عشنا مغامرة صعيبة برشا برشا الحقيقة، تخوف أما تستاهل. شخنا وتفرهدنا، شوفوا ما شاء الله لهنا الطبيعة ركحت شوية المطر. لو كانت شمس تتخيل راهي تكون طبيعة خضراء أكثر معناتها، فهمتوا؟
فكما قلت لكم اذا كان تحبوا تمشيوا امشيوا كبار السن زاد لا ما تهزوهمش، على خاطر ثنيه تعب شويه كمان، واغلبيته كي باش تهبطوا للشلال او الواد متاع واد الزين فراهو صعيب شويه، على خاطر هو باش تهبطوا معناتها منحدرات ولا على سقيكم بالطبيعه، مش على كربه، الكربه تقعد مركيه على الثنيه معناتها، لكن الشلال جاي فيه هبطه معناتها لازمكم تهبطوا بسياسه بشويه. دونك هذاك علاش ما ننصحش صغار. احنا فات منا هزينا صغيراتنا والله، وسيم تبارك الله عليه طلع مغامر وصحيح معناتها مشى. البسوا حاجه خشينه في سقيكم ما تزلقش، الطالونات لا بالطبيعه، سبيدريه تزلق زاده لا، ماذا بيكم حاجه بالحق خشينه فهمتوا باش تنجموا، خطر ثنيه واعره بصراحه لازمها هكا. اما اللي يحب يغامر واللي يحب يكتشف بالحق عليكم بشمال تونس امشيوا لواد الزين، طبيعه غير عاديه. حاجة أخرى ننصحكم بها، شارجيو تليفوناتكم باش تصوروا ولا لي كاميرا متاعكم زاده، على خاطر ماكمش باش توقفوها تلمو مشاهد مناظر طبيعية مش عادية، ماكمش باش تفلتوا حتى لحظة معناتها، وباش تشبعوا بتصور وباش تشيخوا بالحق تعيشوا مغامرة ولا أروع. هوني وصلنا لواد الزين وبدات المغامرة الصحيحة، وهيك النزول معناتها المنحدرات باش نوصلوا للواد. هوني ما صورتش الحقيقة خاطر صعيب الواحد لازم يشد روحه، لكن كيف وصلنا هذه هو المناظر اللي لقيناها. ما شاء الله على بلادي وما شاء الله على ربي إيش يخلق، سبحان الخالق، أبدع فصور. هذه هي الرحلة متاعنا اللي دامت 3 أيام. إن شاء الله نكون هكا خليتكم تكتشفوا تونس بعين مزيانة وشرحتوا باش تمشيوا تكتشفوها وتعيشوا أجواءها المزيانة وطبيعتها الخلابة. هوني باش نوريكم آخر الفيديو بعض الصور اللي التقطتها، قعدت لي ذكريات مزيانة برشا، وإن شاء الله بإذن الله نعود نرجع لها في الشتاء وقت الثلج يصب، وقت الصيف زادة تكون طبيعة خضراء أكثر وشميسة مزيانة أكثر. دونك نخليكم توا في أمان الله، ما تنساوش باش تعطيوني رايكم في الفيديو متاع اليوم، متأكدة إنه باش يعجبكم برشا. نخليكم توا في أمان الله خاطر راجعين لصفاقس، وإن شاء الله نتقابلوا أكيد في فيديوهات أخرى. باي باي وبسلامة.